الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، من أقوى مبارياتها مباراة جماهيرية بامتياز. استاد القاهرة الدولي، نادي الزمالك هيستضيف عليه نادي غزل المحلة، ضيف يعني ممكن يرخم عليه شوية خصوصا دفاعيا. خطة كابتن علاء عبد العال ماشية كما يرام. نادي غزل المحلة في مباراة الجولة التاسعة تعادل مع إنبي تعادل سلبي كالعادة، وغزل المحلة جاي نادي الزمالك ومع 10 نقاط في المركز ال 14. اما نادي الزمالك داخل المباراه طبعا ويريد الفوز بكل الطرق عشان يستمر او ما يفقدش الصداره دلوقتي، لان نادي الزمالك حتى لو اتعادل والاهلي كسب فالاهلي هيكون المركز الاول بسبب المواجهه المباشره طبعا الاخيره لنادي الزمالك اللي خسر فيها القمه 131 بهدفين مقابل هدف واحد. المباراة هتكون يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية. نادي الزمالك الحقيقة هيكون عنده غيابات مؤثرة جدا هتغير أصلا في شكل تشكيل الفرقة تماما، وهم أبرز أربع غيابات في اللعيبة اللي مش هتلعب هو ناصر منسي وعدي الدباغ، اللاعبين اللي اتصابوا في مباراة الأهلي. عدي الدباغ جاله شد في عضلة ضمة، وناصر منسي حس بشد في العضلة الخلفية بعد انتهاء المباراة. ومحمد شحاتة ما زال عنده عدم جاهزية على حسب طبيب نادي الزمالك. وعبد الله السعيد ايضا مش هيلعب بسبب حصوله على الانذار الثالث. ونادي الزمالك يعني لاول مره قيمته ممكن بنسبه كبيره جدا هتشهد وجود اللاعب خط الوسط لاعب نادي البنك الاهلي احمد ربيع لاول مره في مباراه اساسيه من ساعه قدومه في هذا الموسم. وبكده يبقى قلنا اهم اخبار نادي الزمالك ونادي غزل المحله قبل مباراه الجوله العاشره. ما تنساش تشترك في القناه عشان اخبار مواعيد المباريات تقابلك اول باول.